راك تكيف الدخان، كل ما دير جبده راك تضر نفسك وراك تدي ذنوب باينه، تدي اثم كبير. دوكا انت راك تكيف والناس يشوف فيك تكيف راك تشهر بالمعصيه. قال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: كل امتي معافى الا المجاهرين. سيرتو اذا شافك طفل صغير، هو الله غالب عليها وصغير في عقله منا، وشافك تكيف تبان له حاجه مليحه. لا بالعكس، بعد هو كيولي يتكيف ويعاندك راح تدي ثاني اثم كبيره اخي من الاخر. ومالك هذاك اللي راك تنفقه في الدخان، قاد المال هذاك تروح تصدقه، هذيك تسمى حاجه بينك وبين ربي، ولا تشري ماركه توزع صدقات على الناس، ولا تخبي مالك هذاك تحتاجه تونتريني في الصاله، تشري بروتين حوايج منك. تعرف نصيحه لاي واحد اخوتي يتكيف، اذا شفت الفيديو هذه حاول تحبس الدخان وطيش عليك خماج هذا. حاشاكم. قال تعالى: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارطاجي عندك هذه لا فيديو والدال على الخير كفاعله.